لو انت دفعة الثانوية الأزهرية السنة دي وخلاص بتسجل الرغبات، فمهم جدا تعرف إن في قسم جديد فتح في كلية اللغات والترجمة بنين بالقاهرة، وهو قسم اللغة الإندونيسية. واللغة الإندونيسية هي اللغة الرسمية لدولة إندونيسيا، اللي عدد سكانها ما يزيد عن 285 مليون نسمة، وكمان 80% منها مشترك مع اللغة الماليزية، وكمان سلطنة بروناي، غير إن بعض المناطق في سنغافورة وتايلاند بيتكلموا بيها. فهي لغة أساسية لعدد كبير جدا من الناس، وكمان هي مفتاح للتواصل مع معظم شعوب جنوب شرق آسيا. وده بينقلنا للنقطة التانية، وهي فرص العمل. الشعوب الناطقة باللغة الإندونيسية شعوب ذات أغلبية مسلمة، وده بيخلي عندهم احترام كبير جدا للغة العربية والعلوم الشرعية، وتحديدا الأزهر، وبيحتاجوا عدد كبير جدا كل سنة من معلمي اللغة العربية والمواد الشرعية، سواء هناك أو هنا للوافدين، غير فرص التدريس أونلاين أو الإرشاد السياحي، وكمان الترجمة بكل أنواعها. بالإضافة طبعا إن كل اللغات بتفتح للإنسان الفرصة للمشاركة في السلك الدبلوماسي والعمل في السفارات. كمان اللغة مش من اللغات الصعبة، لأن فيها كلمات كتير مشتقة من اللغة العربية والإنجليزية، وقواعد اللغة بسيطة ويسيرة. بالإضافة إن ممارستها هتكون متاحة علشان في طلبة أزهر كتير وافدين من إندونيسيا وماليزيا وبروناي. إندونيسيا من الدول الكبيرة جدا، فهي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، وفيها أغلبية مسلمة، وهي القوة 16 اقتصاديا في العالم، وبتتسمى بالنمر الآسيوي، ومتوقع ليها إن اقتصادها يزداد قوة في الفترة القادمة، غير طبعا ثقافتها المتنوعة وطبيعتها الجميلة وشعبها الودود الطيب. والحقيقة إن كل الكلام اللي أنا قلته هو ناتج عن خبرة وتجربة في تعلم اللغة الإندونيسية لمدة سنة في المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة. فتح القسم ده السنة دي في كلية اللغات والترجمة بنين بالقاهرة هو فرصة ذهبية للالتحاق بالقسم، لأن ممكن قوي السنين الجاية يكون الإقبال أكتر والتنسيق بتاعه يرتفع. ما تنساش تعمل لايك ومتابعة وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية افتتاح قسم اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة بنين القاهرة. نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة.